اتفضل يا ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احنا نسميه قالون، انتم تسمونه ايه؟ قولون. مشاكل القولون اللي هي انتفاخ او الموسيقى العادية. كويس الموسيقى. بس الموسيقى دي بتبقى لها ريحة تعال. حسب من الشغلات المجربة على تستخدم مقطر النعناع. هذا اكو عالم ما تملكه تجيبه او ما تعرف منين تجيبه. نرجع عليه من نرجع واضح خسامي؟ تمام. واضح عندك الصورة. هذا احنا نسميه نومي بصرة بالعراقي. نسميه نومي بصرة. المصريين يسمونه نومي مجفف. اللي هو عبارة عن ليمون بس مجفف، بيتباع عند العطار. بالضبط. بالكيلو او بالواحدة. بالضبط. ده المهم نشرح عليه. هذا تكسر. بسم الله. في بذر هنا، بص اهو ده البذر. طلع البذرة من عنده، طلع البذرة من عنده وترمي البذر ده، ترميه في الخلاط كل خمسة ترميهم في الخلاط بعد ما تنظفوا من البذور. من البذور تخليه في الخلاط، تضربه في الخلاط. تجيب ملعقة سكر صغيرة تخليها مع مين؟ مع معلقة سكر صغيرة. معلقة سكر صغيرة، معلقة مع 5 بالضبط. معلقة مش معلقة سكر صغيرة مع 5 وحدات متنظفين من ايه؟ من البذر. تخبطهم كل ورا اي وجبة طعام. يلهم له، احنا نسميها لهم، تسموها عندكم لهم برضو؟ يسف يعني. يسف معلقة صغيرة من دي ورا كل وجبة. هي حلوة، تكون حامض حلو. يعني حامضة، يعني في متعب أكلها. سبحان الله تلغي القولون بالدقيقة. يعني ينتهي القولون بالدقيقة. ايه ده لمدة قد ايه؟ إذا يستمر عليه شهر يلغي القولون بالمرة من عنده. ما يقلش عن شهر. اي ما يقل عن شهر. وسبحان الله يعني شيء مجرب وأكيد. القولون العصبي اي قولون يكون عندك ينتهي بهاي الحاله. ينتهي يعني شلون نقول، يشفى من عنده باذن الله. هاي اكرمك الله فيك. الله يكرمك.